الريفي، وعندنا احد المواطنين سكان المنطقه اللي عنده ارض فلاحيه وعنده. واش تقدر تقول لنا على الطريق هذه؟ راه يجوز عليكم يعني وكانها ولات طريق وطنيه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناه الشروق لزياره بلديه مدوكال. في الحقيقه الطريقه هذه اثرت سلبا على الاقتصاد تاع البلديه وحده. ما يخفاكمش باللي البلديه ضعفت نهائيا في قضيه التجاره. قبل كانت الامور تسترزق الناس وكذا، وهذا مسلك ريفي، وانا نثمن ما قاموا به السلطات الرسميه، عضو المجلس الشعبي الولايي والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لاثاره هذا الموضوع. وحنا دائما كنا نناضلوا وراسلنا جميع السلطات، وكانت كاينه وعود رسميه باللي تتحل المشكله هذه عن قريب. مشاهدينا الكرام، ما زلنا دائما في ولايه باتنا، وبالتحديد رانا بين مدينه دوكال الى غايه حدود مدينه بسكره ذهابا الى طولقه وولايه ولاد جلال. رانا في منعرج خطير، يعني كما تشاهدوا في الصوره منعرج خطير. يعني اذا ربما مستعمل الطريق ما دارش بالو، ما نقص السرعه، ربما راح يصرى كارثه هنا يحدث مرور. الا ان هناك ملاحظه مهمه جدا، ان وجود كاين اشارات مرور موضوعه والبلديه حطت اشارات وكلش، ولكن مشكل انه الاشارات هذه غائبه. يعني كاين العمود ولكن غائبه. هل ربما سرقت او البلديه ربما نسيت باش تحطها؟ هذا الجواب اللي راح يجاوبنا عليه الاستاذ رئيس مجلس الشعبي البلدي لبلديه دوكال، او معنا حاضرا. على كل حال احنا رانا في منعرج خطير على كل حال، وشاهدنا يعني غياب اشارات رغم انه وجود العمود. يعني كاين عمود، يعني ربما كانت اشاره وربما ما كانتش، اسكو سرقوها؟ يعني واش تقدر تحدثنا عن النقطه هذه؟ بالنسبه لاشاره المرور كانت الموضوع كامل على مستوى هذا الطريق، الا اننا كما في اغلب طرق الجزائر تعرضت للسرقه. تسرقت تما كانت موجوده الاشاره موجوده. وثاني عامل الريح، ساعه الريح يقوم يعني عامل المناخ ربما عنده دور. ثاني هنا منطقه كما تشوف رانا في منطقه شبه صحراويه، ان لم نقل صحراويه، وبالصحراء رانا في. وحنا ديما مع تواصل مع مديريه الاشغال العموميه دائما في التجديد تاعها. يعني والله المشكل هذا النداء اللي ربما الناس هذول يسرقوا الاشارات باش يستعملوهم، ربما يبيعوهم حديد. هذه ظاهره مش موجوده غير هنا، يعني ما موجوده. يعني هذه رساله ان شاء الله ربي يهديهم على كل حال. بصح قول لي هذه الطريق يعني واش من طريق رانا بالضبط؟ يعني واش مرقم، واش صنفها ماشي صنفها؟ هذا الطريق يربط ما بين مدينه دوكال بمدينه بير النعام، مرورا على حدود ولايه بسكره، يعني حتى ولايه ولاد جلال. عباره عن طريق ولائي غير مصنف، وراه وعدتنا السلطات المحليه، ونشكر السيد الوالي في الزياره الاخرى هذه، وراح يفيد اللجنه ان شاء الله باش نعاودوا نصنفوه كطريق ولائي باذن الله. مشاهدينا الكرام، رانا في الطريق الوطني رقم 70 الرابط بين ولايه باتنا وولايه المسيله. حبسنا واحد يعني ملاحظه لازم نتوقفوا على جالها، انه حافه الطريق هنا يعني لاكوتمون شوفوا شحال عالي. حافه الطريق يعني كما يقولوا بالعاميه القدرون يخلص وندخلوا في الحافه. هذا لاكوتمون عالي، مما يؤدي باحيانا، خاصه هذه منطقه يعني كاش الاناره، الروضه غير تقيس هنا طيح وكي تحت تتقلب. وكما كان الحال يعني كي حبسنا هنايا حسب شهود عيان انه صراو حوادث كثيره، وربما هذا الاسبوع على حسب مواطن ماهوش حاب يبان معنا معليش، صراحه حادث مرور هذا الاسبوع جراء هذا المشكل. حاب يقول سياره تنحرف شويه جراء الاضاءه منعدمه، تقيس غير شويه هنا، مادام كاين هذه السمك العالي ليبيسور بزاف، طيح الروضه هنايا وتنقلب السياره يعني وتصرى كارثه وصارت وفيات يعني في هذه الطريق. الحاجه اللي ربما تشكل خطر على مستعملي الطريق يعني. وانا شفت هذه الملاحظه حبست على جالها، وكي سقسينا حقيقه في هذه الطريق بالذات توفوا كثير من الناس في هذه الطريق. علاه؟ لانه الروضه غير تقيس الحافه تطيح في الحفره هذه على السمك العميق وتنقلب السياره، مما يؤدي الى حادث مرور. فيا ريت على السلطات المحليه بينهم مديريه الاشغال العموميه هنا في ولايه باتنا
انه يشوفوا هذا الطريق خاصه، اللي راني لاحظت هذا المشكل في هذه الطريق رقم 70، فباش يعودوا هذا الطريق ويعودوا الاشغال ان شاء الله لانقاذ ارواح بشريه.